السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم محطة الغردقة. انت اول مرة تشوف القناة، انت دلوقتي في محطة الغردقة ومعاك محمد البول. النهاردة من على كورنيش الغردقة، من ارقى اماكن في الغردقة ومكان عريق قديم في وسط البلد، كورنيش الغردقة. انت النهاردة بتتكلم على الكورنيش، يعني بتتكلم على الشواطئ، بتتكلم على البحر، بتتكلم على الفنادق السياحية. المكان كامل الخدمات، كل شيء تتخيله جنبك. مواصلات، كافيهات، مطاعم، بازارات، البحر، الشواطئ، الفنادق السياحية. مش اي مكان هنروح نشتريه، مش اي مكان عايزين نستثمر فيه، مش اي مكان هسكن فيه. سكن، استثمار، اجازات، هيحافظ على القيمة السوقية لفلوسي. بالعكس، فلوسي كل يوم بتزيد، وكمان بتجيب لي دخل شهري ودخل سنوي. تقدر في المكان ده تشتري مكان للمصايف والاجازات وللسكن والاستثمار. هنفرشه ونأجره باليوم والاسبوع طول السنة. الغردقة يا جماعة بلد شغالة طول السنة، مش مجرد 3-4 شهور في الصيف. بالعكس، الغردقة بلد طول السنة الإيجارات فيها شغالة. بكلمكم النهاردة بتاريخ 26/12/2022، يعني بتتكلم في 26 ديسمبر، أعز فصل الشتاء والبرد. زي ما حضراتكم شايفين الشمس الجميلة طلع عندنا مشرقة من 6 صباحا. الجو دافئ ومفيش عندنا برد خالص، وهو ده اللي بيجذب جميع جنسيات العالم للغردقة. الغردقة تختلف عن أي بلد في العالم. عايز تعرف اللوكيشن، عايز تعرف الموقع، انت هنا في بداية الكورنيش، كورنيش الغردقة وسط البلد. عشان ده فندق الجيسوم، من أقدم وأعرق الفنادق على الكورنيش، وجنبه فندق ساند بيتش، وجنبهم فندق 3 كورنرز. اللي عاوز يعرف الموقع وهو قاعد مكانه، لو دخلت على جوجل ايرث الخرائط وكتبت اي اسم من الفنادق اللي انا قلتهم دول، هيظهر لك الموقع. انت كده على كورنيش في وسط البلد. معانا النهارده استوديو، غرفة وصالة وحمام ومطبخ، متشطب. الدور التالت علوي، تالت بلكونة، يعني في فوقك دور. اسانسير شغال، عمارة اتحاد ملاك. وده مكان استثماري وسكني درجة اولى. اللي عاوز يسكن في قلب الخدمات وفي وسط البلد وعلى الكورنيش. عندك هنا على الشمال في وشك على طول 2 شواطئ. ده شاطئ العائلات، شايفين البحر، وجنبه على طول شاطئ القوات المسلحة. الاتنين برسم دخول وحاجات رمزية بسيطة يعني. العمارة اللي فيها الاستوديو الثالث صف من الكورنيش، يعني قريب للبحر وقريب للكورنيش. بينك وبين الكورنيش عمارتين 2 بس. الاستوديو متشطب وجاهز للسكن. حضرتك ما عليك غير ان انت تجيب العفش بتاعك بس. السعر 350,000 جنيه مصري. وجنبك هنا فندق هيلتون، وجنبك فنادق سياحية، وجنبك كارفور لو حبيت تشتري حاجة. وهنا سوبر ماركت، صيدليات ومطاعم وكافيهات، كل ما تتخيله موجود حواليك. فندق هيلتون بلازا على الشمال اهو، وجنبه على طول كارفور. يا جماعة الموقع اللي احنا فيه ده
من ارقى اماكن في الغردقة، ويتميز ان هو على الكورنيش وفي وسط البلد. اخر الكورنيش اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي بيودينا على بداية شارع شيراتون والمارينا ومسجد المينا.